بيبدأ الفيلم بهاري وماريانا اللي بيشتغلوا علماء جيولوجيين متخصصين في البراكين، وهما بيحاولوا يهربوا من البركان. وبتركب ماريانا العربية مع هاري وبيحاول انه يبعد بيها عن المكان، ووقتها قذايف الحمم البركانية بتخبط في سقف العربية وبينزل منها مادة كاوية بتدوب سقف العربية، والمادة دي لما بتنزل على ماريانا بتموت، فبينهار هاري وبيفضل يصرخ. وبعد الحادثة دي ب4 سنين بنشوف هاري وهو بيعمل تمارين في بيته، ووقتها بول رئيسه في الشغل بيتصل بيه وبيطلب منه انه يقطع اجازته ويرجع للشغل. وتاني يوم بيروح هاري للشغل، وهناك بول بيطلب منه انه يسافر لبلدة دانتس علشان يعمل الكشف الدوري على حالة البركان الموجود قريب من البلدة. وهنا بننتقل لبلدة دانتس وتحديدا عند ينابيع المية السخنة علشان نشوف 2 وهما بيعوموا في الينابيع، وساعتها بيتفاجئوا ان المية بتغلي وجسمهم بيتحرق. وفي اللحظة دي بنشوف ان الحمم البركانية موجودة في قاع الينبوع. وهنا بننتقل لريتشل عمدة البلد وهي بتستعد علشان تروح لحفل التكريم اللي جريدة كبيرة عاملاه للبلدة، وبتكون متوترة جدا وبتفضل تسأل بنتها الصغيرة لورين عن شكلها، فالبنت بتقول لها ان شكلها حلو جدا. ولما بتروح ريتشل تشوف ابنها جراهام في اوضته بتكتشف انه مش موجود، ولما بتسأل بنتها على مكانه بتلاقيها مش عارفة اخوها فين. وفي نفس الوقت ده بيوصل هاري للبلدة وبيروح يحجز الأوضة اللي هينزل فيها في الفندق، ولما بيسأل صاحب الفندق عن مكان العمدة بيقوله انه هيلاقيه في الساحة الرئيسية للبلدة لانها بتحضر حفلة التكريم، فبيخرج من الفندق علشان يروح لها. وفي الوقت ده بتكون ريتشل وصلت مع بنتها الصغيرة للحفلة، وبنشوفها وهي بتطلع للمنصة وبتشكر أهل البلدة لأنهم ساعدوها في إن بلدتهم تكون أفضل تاني مكان في أمريكا ممكن الناس تعيش فيه. وبترحب بمستثمر هيستثمر في المدينة ببنى مصنع كبير هيتكلف ملايين وهيشغل ناس كتير في البلدة. وهنا بيكون هاري وصل للاحتفال، ولما ريتشل بتخلص كلمتها بيروح لها وبيعرفها إنه عالم جيولوجي وجاي البلدة علشان يقيس نشاط البركان، فبتقوله إن رئيسه بول كلمها وإنها جاهزة علشان تاخده في جولة في البلدة، لكنها بتطلب منه في الأول إنهم يروحوا يجيبوا ابنها، فبيوافق وبيركب معاها عربيتها وبيروحوا عند منجم قديم. وهناك ريتشل بتنزل من العربية وبتنادي على ابنها، فبيطلع هو واصحابه من المنجم، وساعتها أمه بتتعصب عليه لأن المنجم مكان خطير. وبعد ما بيركبوا العربية بتطلب ريتشل من هاري إنهم يودوا الولاد لجدتهم أم أبوهم روث في المنطقة الجبلية، وبتقوله إنها بعد كده هتوديه للبحيرة اللي في الجبل، فبيوافق. ولما بيوصلوا لبيت روث بينزلوا الولد والبنت من العربية وبيجروا على جدتهم، فبتسلم عليهم. ولما بتسأل ريتشل إن كان هاري حبيبها فبيقول لها هاري لأ، وبيعرفها بنفسه. ولما روث بتعرف إنهم هيروحوا للبحيرة بتقول لهم إنها هتيجي معاهم علشان تعوم مع أحفادها في الينابيع الساخنة. وكلهم بيركبوا العربية وفي الطريق بيقفوا عند البحيرة، ولما بيقيس هاري نسبة الحموضة في البحيرة بيلاقيها مرتفعة بس مش لدرجة كبيرة. وهنا بنعرف إن البحيرة لو كانت نسبة الحموضة فيها عالية فده مؤشر لأن البركان هيثور. وبعدها بيكملوا في طريقهم لحد الينابيع، وهناك جراهام بيستعد علشان ينط في البحيرة، وساعتها هاري بيمنعه، وده لأنه شاف إن مية الينبوع بتغلي. وفي اللحظة دي بيكتشفوا جثتين في الينبوع، فبيبلغوا الإسعاف اللي بتوصل وبتاخد معاها الجثث. ووقتها هاري بيتصل ببول وبيقوله إنه شاكك إن البركان ممكن يثور في أي وقت، وعشان كده لازم يحذروا الناس. فبيطلب منه بول إنه ما يتكلمش مع حد لحد ما هو وباقي الفريق يوصلوا للبلدة. وبعد شوية وقت بتكون ريتشل في اجتماع مع مجلس البلدية وبيعرفهم هاري إنه شاكك إن البركان ممكن يثور في أي وقت، وعشان كده لازم يحذروا الناس ويخلوا البلدة. لكن واحد من أعضاء البلدية بيرفض لأنهم لو نفذوا كلامه وما حصلش حاجة فالبلدة هتخسر المستثمر الكبير اللي هيعمل مصنع كبير عندهم وهيشغل ناس كتير فيه. وهنا بتقول لهم ريتشل إنهم هيصوتوا على
قرار الإخلاء. وفي نفس الوقت بول وفريقه بيوصلوا للفندق، ولما بول بيسأل صاحب الفندق على هاري بيقوله إنه مع العمدة في دار البلدية، فبيروح لهم على هناك. ولما بيعرف إن هاري حذرهم من البركان وعشان كده هيصوتوا على قرار إخلاء البلدة، بياخد هاري وبيكلمه بعيد عنهم وبيتعصب عليه وبيعرفه إن قرار إخلاء البلدة قرار خطير، وإن كل المعلومات اللي هو جمعها مش معناها إن البركان هيثور. وبيرجع تاني لأعضاء البلدية وبيقول لهم إن سنة 1980 كان متأكد إن بركان ماموث هينفجر، وعشان كده أعلن حالة الطوارئ في البلدة، لكن البركان ما انفجرش، وكانت النتيجة إن السياح اللي في البلدة مشيوا، فقيمة العقارات انخفضت والبلدة فلست، وهو مش عايز اللي حصل ده يتكرر تاني في بلدتهم، علشان كده مش هيعلنوا قرار الإخلاء إلا إذا كان متأكد 100% بالوسائل العلمية مش بتخمينات البشر إن البركان فعلا هينفجر. وبيعرفهم إن هو وفريقه هيفضلوا موجودين في البلدة وهيراقبوا نشاط البركان لحظة بلحظة. لكن هاري بيقوله إنه متأكد إن البركان هينفجر، فبيطلب منه بول إنه يسيب البلدة وياخد أجازة أسبوعين. فبيرجع للفندق وبيلم هدومه علشان يمشي. لكن في نفس اليوم بالليل لما بول وفريقه بيروحوا للحانة بيلاقوا هاري هناك، فبيروح بول يسأله ما مشيتش ليه، فبيعرفوا إنه قرر إنه يفضل في البلدة كام يوم وبعدها يمشي. والصبح هاري بيروح لريتشل في الكافيه بتاعها وبيطلب منها إنها تحضر له قهوة، فبتعزمه على العشاء علشان تشكره لأنه أنقذ حياة ابنها. بعدها بنشوف هاري وهو مع زميله تيري في الهليكوبتر وبيفضلوا يلفوا بيها فوق البركان علشان يرصدوا أي نشاط بركاني، لكنهم ما بيوصلوش لأي حاجة. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف هاري وهو بيتعشى مع ريتشل وولادها، وساعتها بيفضل يعمل لهم في ألعاب سحرية وهم بيكونوا مبسوطين جدا. ولما بيطلعوا يناموا هو وريتشل بيتكلموا مع بعض، فبتعرفوا إنه جوزها سابها ومشي من البلدة كلها بعد ما خلفت بنتهم، ومن يومها وهي بتربي ولادها لوحدها. وبتسأله لو كان اتجوز قبل كده، فبيقول لها إنه بسبب طبيعة شغله بيفضل يتنقل من مكان للتاني علشان كده ما اتجوزش. بس من 4 سنين ارتبط بواحدة زميلته في الشغل لكنها ماتت في انفجار بركاني. والصبح ريتشل بتاخد قهوة وبتروح بيها لمقر شغل هاري وزمايله، ولما بتوصل هناك بتوزع عليهم القهوة، وبيكون واضح انها بتعمل كده علشان تتقرب من هاري. وهم وقتها بيكونوا بيجربوا جهاز استطلاع حركة البركان، لكن الجهاز ما بيظهرش عليه ان في اي نشاط بركاني، وبيكون في مشكلة في جهاز تحديد المواقع عن بعد. فبيطلب بول من تيري انه يصلح العطل بسرعة لانهم اشتروا الجهاز ده من ناسا ب$400,000. فبيفصل تيري الجهاز عن الروبوت اللي هيروحوا بيه للبركان، وهنا بنعرف ان الروبوت ده هينزل لعمق كبير جوه البركان، والروبوت بيكون على شكل عنكبوت متثبت عليه كاميرا فيديو متوصلة بغرفة العمليات اللي بيشتغلوا فيها. وتاني يوم تيري وهاري بياخدوا الروبوت وبيطلعوا لقمة البركان، ولما جهاز التتبع المتثبت على الروبوت بيتعطل مرة تانية بينزل تيري علشان يصلحه، فالصخور بتقع عليه، وساعتها هاري بينزل وراه وبيشيل حجارة الجبل من على صاحبه وبيتصل ببول وبيبلغوا اللي حصل لهم. فبيبعت لهم بول طيارة هليكوبتر، والطيار بينزل لهم حبل من الهليكوبتر فبيساعد هاري صاحبه، وهما الاتنين بيمسكوا في الحبل والهليكوبتر بتبعد بيهم عن المكان. بعدها بيتنقل تيري للمستشفى وبيتحجز هناك لأن رجله اتكسرت. أما هاري فبيحاول يقنع بول إن البركان هينفجر، وبيقوله إنه متأكد من كلامه لأنه شاف نشاط بركاني لما قرب من فوهة البركان وهو بينقذ تيري، وبيعرفهم إنهم لازم يحذروا الناس ويخلوا البلدة. لكن بول بيفضل مصمم على موقفه. والصبح هاري وباقي الفريق بيزور تيري في المستشفى، وهناك هاري بيطلب منهم إنهم يساعدوه في إنه يقنع بول إن البركان هيثور، لكنهم بيرفضوا لأنهم بيكونوا مقتنعين بوجهة نظر بول. وتاني يوم بول بيعرف هاري ان البركان هيفضل خامل، وبكده هم خلصوا شغلهم في البلدة وعشان كده هيمشوا بكرة. وفي نفس اليوم بالليل هاري والفريق بيكونوا سهرانين في الحانة، ولما هاري بيشوف ريتشل بيقعد يتكلم معاها شوية وبعدها بيوصلها للبيت. ولما بيدخلوا للبيت بنتها الصغيرة لورين بتصحى وبتقول لها انها عطشانة، فبتروح تجيب لها مية من الحنفية. ولما بتشوف المية اللي نازلة من الحنفية
الحنفية بتستغرب لأن المية بيكون لونها أصفر، ولما هاري بيشوف المية وبيشم ريحتها بيطلب منها توديه للمصدر الرئيسي للمية في البلدة. ولما بيروحوا هناك بيلاقوا المية كلها لونها أصفر وريحتها كبريت، فبيقول لها هاري إن ده نفس اللي حصل في الفلبين قبل انفجار البركان. بعدها بيركبوا العربية وهاري بيروح لبول في أوضته في الفندق وبيوريله لون المية اللي نازلة من الحنفية، وفي اللحظة دي بيتصدم بول وبيقوله إنهم لازم يحذروا الناس بسرعة. وبيروحوا المقر شغلهم وهناك بيقروا قياسات البركان فبيكتشفوا إنه هينفجر قريب جدا، فبيتصلوا بالحرس الوطني لكنه بيبلغهم إنه مش هيقدر يوصل للبلدة غير تاني يوم. بعدها بنشوف ريتشل وهي بتحذر أهل البلدة على قناة التلفزيون المحلية وبتعرفهم إن هيكون في اجتماع في قاعة الألعاب في المدرسة الثانوي الساعة 6 بالليل علشان يناقشوا إجراءات إخلاء البلدة، وبتقول لهم إن هاري ممثل وحدة الفحص الجيولوجي هيكون موجود في الاجتماع علشان يوضح لهم إيه اللي هيحصل بالظبط لما البركان ينفجر. ولما ريتشل بترجع للكافيه بتتصل بروث وبتحذرها من إن البركان هينفجر، وبتقول لها إنها لازم تسيب بيتها فورا، وده لأن بيت روث موجود في الجبل جنب البركان. لكن روث بترفض إنها تسيب بيتها، وهنا هاري بيوصل وبيكلم روث علشان يقنعها إنها تسيب بيتها، لكنها بترفض وبتنهي الاتصال. فبتطلب ريتشل من ولادها إنهم يجهزوا شنطهم لحد ما ترجع لهم، وبتخرج مع هاري علشان يروحوا للاجتماع. وبعد شوية بنشوف كل سكان البلدة في الاجتماع وهاري وريتشل بيحاولوا يفهموهم إجراءات إخلاء البلدة. وفي الوقت ده جراهام وأخته بيتصلوا تاني بجدتهم لكنها ما بتردش عليهم. وهنا بنرجع تاني لقاعة الألعاب الرياضية وبنشوف ريتشل وهي بتحاول تطمن الناس، لكن فجأة بيحصل زلزال والقاعة الرياضية بتبتدي تتهد، فسكان البلدة بيصرخوا وكلهم بيتوجهوا ناحية الباب. ومن كتر التدافع اللي بيحصل ناس بتقع على الأرض وبيتداس عليهم، وهاري بيمسك إيد ريتشل وبيخرج بيها من المكان بسرعة. وساعتها بيشوفوا البلدة وهي بتتدمر بسبب الزلزال، والمباني بتبتدي تقع واحد ورا التاني والفوضى بتكون في كل مكان. وفي الوقت ده ريتشل وهاري بيجروا على العربية علشان يروحوا يجيبوا ولاد ريتشل، وهاري بيكلم بول وبيقوله إنه هيروح مع ريتشل لبيتها علشان يجيب ولادها وبعدها هيروح لهم على المقر. فبيقول له بول إنهم هيستنوه وبيعتذر له لأنه ما كانش مصدقه. المهم إنهم بيحاولوا يوصلوا للبيت لكن الطريق بيكون مقفول بسبب العربيات اللي بتكون سادة الطريق، وبسبب البركان والزلزال البيوت بتتهدم والجسر اللي العربيات ماشية عليه بيتكسر والعربيات بتقع من عليه، فبيمشوا من طريق تاني. ولما بيوصلوا قصاد البيت ريتشل ما بتلاقيش عربيتها في مكانها، فبتنزل من العربية وبتجري ناحية البيت وبتدور على ولادها لكن ما بيكونش ليهم أي أثر، وبتلاقيهم سايبين رسالة بيقولوا فيها إنهم راحوا يجيبوا جدتهم من الجبل. فبيطلعوا من البيت بسرعة وبيركبوا العربية علشان يحصلوهم قبل ما يعملوا حادثة بالعربية. ولما بيلاقوا الطريق للجبل مسدود بسبب العربيات ما بيبقاش قصادهم طريق تاني غير البحيرة، وساعتها هاري بينحرف عن الطريق وبينزل بالعربية في البحيرة فبيمشي بيها شوية وبعدها العربية بتغرز، لكن لما عربية تانية بتخبط فيهم العربية بتتحرك وبتوصل للجهة التانية من البحيرة. وهنا بنشوف جراهام وهو سايق العربية ولورين بتكون قاعدة جنبه وبيكونوا في طريقهم لبيت جدتهم في الجبل، وبسبب الرماد جراهام بيكون شايف الطريق بصعوبة. وفي نفس الوقت بتوصل الطيارة الهليكوبتر اللي المفروض ان بول وزمايله هيركبوها علشان يخرجوا بيها من البلدة، لكن لما اتنين بيدوا للطيار مبلغ كبير بيسيب بول وفريقه وبياخدهم معاه وبيبعد عن المكان. وبسبب الرماد اللي مالي الجو الطيار بيفقد السيطرة على الهليكوبتر والطيارة بتقع وبتنفجر قصاد عربية هاري، فبيتصل بزمايله باللاسلكي وبيعرفهم مكان الهليكوبتر وبيطلب منهم يبعتوا الإسعاف علشان ينقذوا الناس اللي في الطيارة، وبيعرفهم إن ولاد ريتشل راحوا الجبل وهما الاتنين رايحين علشان يجيبوهم. فبيحذروا تيري إن البركان قرب ينفجر وإنه لازم يبعد عن الجبل بسرعة، لكنه بيتجاهل كلامه وبيكمل طريقه للجبل. وفي الوقت ده
بيوصلوا جراهام وأخته لجدتهم اللي بتتفاجئ إنهم جم لوحدهم علشان ينقذوها، وبنرجع لريتشل وهاري اللي بيتفاجئوا إن الطريق وراهم بينهار، وده معناه إنهم مش هيعرفوا يرجعوا من نفس الطريق. ولما بيوصلوا لروث، ريتشل بتطمن إن ولادها بخير، وبعدها كلهم بيدخلوا للبيت، وهاري بيكلم بول وبيعرفوا إنهم كلهم بخير وموجودين في بيت على الجبل قريب من بحيرة ميرر. هو بيطلب منه إنه يمشي هو والفريق ويحاولوا يخرجوا من البلدة، وهنا الاتصال بيتقطع، وبعدها روث بتبتدي تلم هدومها، لكن فجأة البركان بينفجر والحمم البركانية بتدخل للبيت، فكلهم بيطلعوا يجروا، ولأن العربية بتكون اتدمرت فما بيبقاش قدامهم طريق تاني غير البحيرة، فبيركبوا كلهم في القارب، وهاري بيشغل المحرك والقارب بيمشي بيهم شوية في البحيرة، لكنهم بيكتشفوا إن البحيرة اتحولت لحمض وإن كل السمك اللي فيها مات، والحمض بيبتدي ياكل في جسم القارب. وقبل ما يوصلوا للبر التاني الحمض بيدمر الموتور، وساعتها روث بتنزل من القارب وبتزقه لحد ما بيوصلوا للمرسى، وفعلا بينجحوا إنهم يوصلوا للبر التاني، لكن للأسف روث بتكون اتصابت بحروق خطيرة جدا في جسمها. وتاني يوم الصبح قوات من الحرس الوطني بتوصل للبلدة، وفي الوقت ده بيكون هاري وريتشل وولادها ماشيين في الغابة، وبنشوف هاري وهو شايل روث، وساعتها بتطلب منه انه ينزلها لانها عايزة ترتاح. وبعد ما بتودع الولاد وريتشل بتموت، وريتشل والولاد بيكونوا متأثرين جدا بموتها. وفي الوقت ده الارض بتبتدي تتشقق والحمم البركانية بتظهر تحتها، واثناء كده بول بيركب العربية وباقي الفريق بيركبوا عربية تانية، وكلهم بيتوجهوا مع قوات الحرس الوطني للجسر اللي هيخرجهم من البلدة. ولما بيوصلوا للجسر الجسر بيبتدي ينهار، وتيري والاتنين اللي معاه بيقدروا انهم يوصلوا للجهة التانية من الجسر، لكن بول عربيته بتتقلب وبيموت. وفي الوقت ده هاري وريتشل والولاد بيلاقوا عربية فبيركبوها، وهاري بيروح لمقر الشغل وبياخد من هناك جهاز الجي بي اس، ولانه ما بيقدرش يلاقي اي مخرج من البلدة بعد ما الجسر بينهار بيروح للمنجم القديم. واول ما العربية بتدخل للمنجم مدخل المنجم بينهار، فجراهام بياخدهم للمكان اللي بيكون هو واصحابه مخزنين فيه اكل وكشافات. ووقتها هاري بيطلب من جراهام انه يخلي باله من امه واخته لحد ما يرجع لهم، وبيعرفهم انه هيروح يشغل جهاز الجي بي اس اللي في العربية علشان يعرف زمايله مكانهم. واول ما بيبعد عنهم جزء من المنجم بينهار، وطريق الرجوع لريتشل وولادها بيتقفل بالحجارة اللي انهارت من سقف المنجم. وساعتها هاري بيروح للعربية علشان يشغل جهاز التتبع، وأول ما بيدخل للعربية باقي المنجم بينهار وأكوام من الحجارة بتنزل على العربية وسقف العربية بيتطبق، وبكده حركة هاري بتتشل والصخر والردم بيكونوا محاوطينه من كل اتجاه، لكنه بيقدر يحرك رجله وبيشغل الجهاز. وفي الوقت ده زمايله بيشوفوا إشارة جهاز التتبع فبيتصلوا بقوات الإنقاذ اللي بيروحوا للمنجم وبيقدروا إنهم ينقذوا هاري. ولما بيطلع من المنجم بيقول لهم إن ريتشل وولادها لسه في المنجم، فقوات الإنقاذ بيحركوا العربية بحذر وبيقدروا إنهم ينقذوا ريتشل وولادها. وساعتها كلهم بيجروا على هاري وبيسلموا عليه وبيشكروه لأنه أنقذ حياتهم، وبعدها كلهم بيركبوا الهليكوبتر وبيخرجوا بيها من البلدة. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.